ما تتجاهلش الحدود في الرواية بتاعتك. فخليني أشرح لك هي إيه أصلا في النصيحة ال40 للكتاب. في الرواية بتاعتك الليميتيشنز بتكون حاجة من اتنين، يا إما حدود بقدر إني أتخطاها أو أكسرها، حاجة أنا بحبها أسميها distinct limitations، أو إن هي بتكون ثابتة في الرواية بتاعتي وما ينفعش تتغير، حاجة شبه الماونتنز كده، رولز ما بنغيرهاش. طيب خلينا أديك شوية أمثلة عشان نوضح الموضوع أكتر. دلوقتي لو الرواية بتاعتي ساي فاي، يعني ساينس فيكشن، خيال علمي، فدلوقتي احنا البشر وقدامنا كائنات فضائية، احنا بنتكلم بلغتنا وهما بيتكلموا بلغتهم، دي كده حدود ممكن نتخطاها في الرواية دي بان احنا او هما عملوا جهاز للغات قدرنا بيه ان احنا نتواصل مع بعض. طيب في رواية تانية، دلوقتي احنا على كوكب استحالة حد يعيش عليه اكتر من 10 ساعات، لان كل 10 ساعات البراكين اللي فيه بتطلع غازات سامة بتقضي على كل الحياة الموجودة على الكوكب ده. هنا دي حاجة استحالة نغيرها، حاجة ثابتة احنا حاطينها ثابتة في الرواية دي، ان كل 10 ساعات كل حاجة بتموت. فدي كده قاعدة في الرواية. في رواية تانية فانتازيا مثلا، في التستنج ليميتيشنز، دلوقتي بطل الرواية بتاعتي مش قادر يستخدم السيف، قام عمل ايه؟ لبس قلادة معينة خليته قادر يستخدمه بسهولة جدا. ولكن في رواية تانية، خاتم الزمرد اللي هو واحد من اشهر الخواتم بيخليك قادر ان انت تحرك المعدن، بس هي الفكرة ان انت الليميتيشنز بتاعته ان هو بيحرك المعدن بس، فانا الرواية بتاعتي كلها استحالة مثلا الخاتم ده يحرك البلاستيك. لو هي رواية رعب، فاحنا مثلا الوحش قدرنا نحبسه بدايرة ملح، قام الوحش عمل ايه؟ حرق الملح ده، فقدرته راحت، فقدر ان هو يطلع من الدايرة او من المكان اللي احنا حبسناه فيه بالملح. ولكن في رواية تانية، دلوقتي الوحش عاجز عن الخروج على المنزل بسبب ان في مثلا طلاسم او حاجة معينة، المهم ان هو محبوس في هناك واستحالة يطلع منه. طيب لو هي رواية رومانسية مثلا، دلوقتي اهل البطلة مش عاجبهم مستوى العريس، فعمل ايه؟ فتح شركة وبقى اغنى شوية وبدأوا ان هم ايه يتقبلوه. ولكن في رواية تانية، البطلة دلوقتي استحالة تتقبل شخص مدخن، هي عندها أزمة أو ربو يعني، هي استحالة تعيش مع حد مدخن، فهي بقى هتقول له فهي دي واحدة من الليميتيشنز بتاعتها أو خطوطها الحمراء. فيا إما بقى البطل مثلا يبطل تدخين، أو إن هما استحالة يكونوا مع بعض. الفكرة عزيزي الكاتب إن أنت اللي بتحدد هل اللي أنا هكتبه ده حاجة روز قواعد ثابتة، ولا حاجة ممكن أتخطاها. وأي حاجة في الدنيا ممكن تكون كده ممكن تكون كده، فانت اللي بتختار، وملهاش قاعدة. يعني مفيش حاجة اسمها ان مثلا هو لازم الملح يحبس الوحش بتاعي مثلا، مفيش حاجة اسمها كده. انت اللي بتحدد مين بيعمل ايه فين وليه. بس خد بالك، لو انت هتعمل رولز او قاعدة معينة، حاول ما تكسرهاش. يعني انت بتحدد من الاول هل دي حاجة تتكسر ولا لا. لو قررت ان هي تبقى ثابتة، يبقى لازم تفضل ثابتة طول الرواية، يا اما كده الرواية هتاخد منحنى تاني خالص وهتبوظ. هديك مثال. يعني مثلا احنا دلوقتي قلنا ان الوحش عاجز عن الخروج من المنزل، صح؟ صح. لو انا هفضل اخترت التكنيك اللي هو بتاع ان انا دي قاعدة ثابتة، يبقى كده البطل بتاعي بيعمل ايه؟ هو بيحاول يهرب من البيت ده عشان يهرب من الوحش، صح؟ قرر ان هو مثلا هو هرب دلوقتي وقرر ان هو يقضي عليه، خلاص يبقى هو هيدور على ازاي يقضي عليه ويقوم راجع للبيت ده تاني، صح؟ صح. ده كده اسلوب رواية. طيب قمت انا قررت بقى ان لا، ده جينا في الاخر اكتشفنا ان ده بلوت تويست مثلا، وان هو الوحش طلع قادر ان هو يطلع بره، فالوحش هرب وبدأ يقتل في الناس. كده الرواية أخدت منحنى تاني تماما، كده الرواية قلبت حاجة تانية. البطل بتاعنا هيبدأ بقى إن هو يدور على الوحش، ويدور على إزاي يقضي على الوحش، ويبدأ يشوف بقى هل هو مثلا لبس بني آدمين ولا هل هو قتل الناس، ويبدأ إن هو يتتبعه ويحاول يجري وراه، يحاول يحبسه في منزل تاني كده الرواية أخدت منحنى تاني تماما. فعشان تبقى عارف انت روايتك رايحة فين، لازم انت تحدد من الأول هل هي رولز ولا هي testing limitations. فلو انت قررت ان هي رولز، حاول انك ما تكسرهاش وما تسيحش الدنيا على بعض. يجي هنا بقى السؤال عزيزي كده، بالنسبة لروايتي لهيبة التنانين، يا ترى ايه الليميتيشنز اللي انا كسرتها من اول فصلي؟